عندنا مثل يقول لك السلف تلف والرد خساره. اقول لك بقى من المضحكات المبكيات، من مضحكات المبكيات انك لما تسلفي حد وتروحي تطلبي فلوسك منه يزعل منك ويقاطعك. طب انت في الاول رحت طلبت منه وما زعلش منك من ماله هو وادالك، لما هو بقى يجي يطلب ماله تزعل منه؟ يعني سبحان الله يا رب. يعني يقولك من السنة انك لما حد يطلب منك فلوس ما تسألوش ليه؟ لان انت بتستخدم السلف ده في ان انت تكشف ستر لعله شيء سر. تيجي انت بقى لما تيجي تطلبي فلوسك لازم تديله عرضه قد كده، واصل الظروف واصل كانك بتشحتي بالظبط. فلا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ خيركم قضاء، احسن واحد فيكم اللي قضاءه سريع. وسيدنا النبي يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يعني انت واخد من الاول ونيتك السداد والله هتسد. انت بقى واخد وناوي تتدلع وتتمرقع والله ما هتيجي تبص تلاقي قفلت عليك. ومن اصعب الامور وفعلا اللي يعني انا بزعل جدا السلف بين الاهل. يجي الاخ من دول يروح لاخوه يقول له ايه؟ معلش يا اخويا سلفني 10000 ولا 20، يقوم اخوه يقول له حبيبي اتفضل. اخوه بقى يحتاج الفلوس فيقول له معلش انا محتاج ال 20000 الجواز بنتي. يقول له يعني انا اخوك وعايزني ارد لك؟ فين الاخوه؟ فين صله الرحم؟ ما هم ما بيتكلموش عن صله الرحم قال عشان مصلحتهم. يقول لك دي صله الرحم؟ هي دي الاخوه؟ بدل ما تقول له خد يا ابويا يا اخويا وما تقوليش هات. هو ده الاسلام؟ هو ده الدين؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رايح مهاجر من مكه للمدينه مع سيدنا ابو بكر، فسيدنا ابو بكر كان كتير المال، بس قصه بسيطه كده. فجاب ناقتين جملين، وجاب الجملين علشان يهاجر عليه سيدنا ابو بكر وسيدنا ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد ما رضاش يركب الناقه لما يدفع ثمنها. شوف الصداقه وشوف الحب اللي بينهم، وشوف ده في سبيل الله. ده الناقه دي له في الجنه الا لا يمكن دفع ثمنها الاول واحنا اصحاب اهو. يقول لك ان كنت اخواتي اتحاسب، وانت تيجي النهارده تزعل من اخوك عشان عايز فلوسه؟ انت عايز تاكل ماله بدعوه ايه؟ صله الرحم. ما احنا عودنا ما بنتكلمش عن صله الرحم والاخوه الا لما نبقى عايزين ناخد. وشوفوا بقى سيدنا النبي يقول لك ايه؟ مطل الغني ظلم. المماطله في سد الدين ظلم. وربنا عز وجل وسيدنا النبي يقول رحم الله عبدا اذا باع سمحا، اذا اشترى سمحا، اذا اقتضى. وسيدنا النبي يقول من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر، الغلول، الدين، دخل الجنة. يعني اللي ميت مش مديون يدخل الجنة. طب واحد عليه دين وأثر في الدين، اللي ماتوا عليه دين ده غصب عنه، ده بقى مختلف فيه. لكن أثر في الدين قاعد يماطل وبتاع ما يدخلش الجنة، يقف واقف كده لحد ما حد يسد له دين. فاللي عليه دين ما يدخلش الجنة أبدا. وفي بقى أشكال من أشكال المماطلة اللي هي إيه؟ والله أنا شفت المنظر ده قدامي من السنين. واحد سالف من حد مبلغ كبير، فصاحبنا لم المبلغ وراح يسد. فله صاحب كده أصحاب بقى السوق يجي لك قلب تروح تدي له المبلغ ده كله على بعضه. قال له عادي ما انا رايح اسد. قال له ليه؟ ما تاخد المبلغ يعمل بيه مصلحه وادي له 100 في 100 و1000 في 1000 وخلاص وسد. ده باب من ابواب عدم السداد.